ازاي اكتب كل حاجه باسمك؟ خلي لك الفلوس مش عايزينها. يا ابويا يا ابويا. ده انت اللي ما عندكش قلب ولازم تموت. يا باتمان باتمان. ما تقلقش، الطلقه جت في كتفي. طب قوم. امال ليه بيعملوا معاك كده؟ ليه كانوا عايزين يموتوك؟ دول اخواتي. اخواتك؟ ايوه اخواتي. اخواتك وعايزين يموتوك؟ انت ما تعرفش حاجه وانا هقول لك على كل حاجه. الموضوع كله بسبب الفلوس. بقول لك يا حاج. ايه يا حبيبي؟ عايزين فلوس عشان نازلين يا حاج. عينيا. وانت يا ايهاب خد دول عشان لو عوزت تجيب حاجه. تسلم ايدك يا ابويا. اشمعنى هو ابويا؟ اشمعنى هو بتميزه عننا؟ عشان هو الوحيد اللي بيهتم بيا وبيراعيني، لكن انتوا كل تفكيركم الفلوس. فلوس؟ خلي لك الفلوس مش عايزينها. معلش يابا، انا مش محترم معلش. وفي يوم من الايام راجع من الشغل زي كل يوم وراح اديله علاجه، لقيت ابويا صدمني. يا حاج صباح الخير يا حاج. معلش انا اتأخرت على ميعاد علاجك عشان كان عندي شغل كتير النهارده. ربنا يقويك يا ابني. يا الشيخ يا حاج. ربنا يخليك ليا يا ابني. استنى يا ايهاب، انا عايزك. في ايه يا حاج؟ انا في حاجه يا ابني كنت عايز اقول لك عليها. انا كتبت الورث كله باسمك انت. ايه ده يا حاج؟ انت عايز اخواتي يكرهوني؟ المفروض ما كنتش تعمل كده. ما انا لازم اعمل كده، لو ما عملتش كده اخواتك مش هيدوك حاجه. اخواتك طماعين. يا ابويا كده هيكرهوني اكتر. انا عارف ان انت الوحيد اللي هتدي لكل واحد حقه. اللي انت شايفه يا ابويا. عاوز اقول لكم حاجه يا اخواتي. جاي عايز انت كمان؟ بصوا كده. ازاي اكتب كل حاجه باسمك؟ ما تقلقوش، كل واحد فيكم هيوصل له حقه. حقنا؟ اصغر واحد فينا يدينا حقنا؟ وبعدها بكام يوم رايح اديله العلاج، ببص لقيته ميت قدامي. ابويا كويس ان لقيتك صح. يابا رد عليا. يابا رد عليا. يا ابويا يابا رد عليا. يا ابويا. وبعد كل اللي انا قلته لك دوت ونازل لاخواتي عشان اعرفهم ان ابونا مات، ومن هنا اتفاجئ ان هم السبب في قتله.
هو انتوا قاعدين انتوا التلاتة هنا وما تعرفوش اللي حصل؟ ابوكم مات. احنا عارفين ان ابوك مات، واللي انت ما تعرفوش ان انا اللي موتته. انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ وازاي ده حصل؟ عايز تعرف ازاي ده حصل؟ انا هقول لك ازاي. في يوم ابوك كان تعبان وكان بيندع عليك. يا ايهاب، يا ابني، يا ابني رد عليا يا ابني، انا تعبان. عايز ايه يا ابويا؟ بتندع على اب ليه؟ عايز العلاج يا ابني. علاج؟ من عيني. خد يا ابويا العلاج اهو. مش هو ده العلاج. ما انا لما لقيته خلص جبت لك بديل غيره. ماشي يا ابني. كانوا عايزين يموتونا انا كمان. انت ازاي تعمل كده؟ انت ازاي جالك قلب تموت ابوك عشان خاطر الفلوس؟ وزي ما هنموتك دلوقتي برضو عشان خاطر الفلوس. خلاص مبقاش في خير في الدنيا. قوم. وهو ده بقى حال الدنيا، شباب يقتل ابوهم بسبب الفلوس.